محمد صلاح عبد المنعم فرج، طالب قسم مبيدات الآفات، حصل على المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي في الكلية هنا. المسابقة هنا تمت في الكلية من حوالي 10 أيام كده. اتقدم في المسابقة حوالي 20 أو 21 شخص. تمت التصفية ما بيننا بناء على اختبارات قامت بها الدكتور زينب عبد الغني. يعني اختبارات كلها شملت اختبارات ثقافية، اختبارات في المستوى الديني، في اللغة، واختبارات يعني تمت بمعايير كويسة جدا يعني. يعني كيف تم تصعيدك للمركز الأول أو حصولك على المركز الأول؟ يعني الاختبارات كلها الحمد لله بنتيجة نتائج الاختبارات كلها اللي أجريت ديت، شافوا أعلى 6 مراكز، 3 بنات و3 شباب، وشافوا فرق الدرجات. هو اللي اختاروا عليه بناء حددوا عليه بناء على المراكز، على الدرجات يعني بتاعت كل اختبار فيها. يعني بعد حصولك على المركز الأول كلمة تقولها بقى؟ يعني حابب أوجه رسالة لزمايلي كلهم طبعا، أقول لهم اللي ما شاركش يشارك، وما فيش حد طبعا يعني مش شرط إن الطالب المثالي ده يبقى مثالي في كل حاجة، لأ ده برضه كل إنسان فيه عيوب يعني. بس برضه كل واحد يعني يعمل على نفسه أكتر من كده، يضغط على نفسه برضه، ويحاول يطور من نفسه على قد ما يقدر يعني، ويوفقه ربنا يوفقهم جميعا كلهم.